النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اسهل واسرع صينيه جلاش. هنعملها بطريقه سهله جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه للاخر. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اسهل واسرع صينيه جلاش حلو. كل اللي هحتاج لفه جلاش نص كيلو او 350 جرام. انا معايا لفه جلاش 350 جرام. نبدا ونسمي على بركه الله. بسم الله. معايا قالب مستطيل المقاس الصغير، دهناه كويس جدا بالسمنه. هحط فيه لفه الجلاش هطبقها وهحطها زي ما هي. هظبطها على مقاس القالب بس كده، ولا هدهن كل ورقه وورقه. تمام كده. ظبطت الجلاش على قد الصينيه. هقطعه التقطيعه اللي تريحك. خلاص قطعت صينيه الجلاش زي ما انتم شايفين. هسقيها بالسمنه، سمنه سايحه. بسم الله. مفيش اسهل من كده. تمام كده. هدخل صينيه الجلاش لفرن سخن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص، نار تحت وفوق لحد ما يحمر. اول ما يحمر هطلعه من الفرن على طول وهسقيه بشربات تقيل بارد. اهو يا حبايب قلبي صينيه الجلاش بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. وهي سخنه هسقيها بشربات تقيل بارد. ممكن تسقوها بعسل نحل، انا هسقيها عسل طبيعي. بسم الله. لازم تكون صينيه الجلاش سخنه والشربات بارد او العسل بارد. اهو يا حبايب قلب صينيه الجلاش بعد ما سقيتها بالعسل. دلوقتي هزينها بالفستق الكداب اللي احنا عملناه مع بعض. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. اهو يا حبايب قلب صينيه الجلاش بعد ما زينتها بالفستق الكداب، شايفين شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. لو عجبتكم طريقه عمل صينيه الجلاش الحلو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.